اخيرا وبعد طول انتظار يا جماعه، مجلس اداره نادي الزمالك اعلن في بيان رسمي دلوقتي عن تعيين جون ادوارد مدير للتعاقدات لنادي الزمالك والمسؤول الاول عن فريق كره القدم. حلو، احنا كده بدأنا نمشي صح. اخيرا بقى عندنا شخص واحد مسؤول، مش 500 واحد وكلهم بيطلعوا في الاعلام. يعني يا ريت بيبقى فيه حذر كمان في التعامل، لا كلهم بيطلعوا في الاعلام. المفروض البيان ذكر فيه ان هو المسؤول الاول ومعاه كل الصلاحيات، ودي حاجة حلوة قوي عشان نقدر نقيمه بعد كده. لازم هو يبقى متحكم والمسؤول الاول، كمان محدش هيتدخل في شغله، واتمنى ان ده فعلا يتطبق عشان بجد دي نقطة فاصلة. ايا كان هو مين محدش يتدخل. طبعا الراجل ده جه اصلا بناء على توصية من لجنة التخطيط، وبصراحة الراجل ده كان عامل انجازات وحاجات حلوة جدا مع نادي فاركو، وعلى ما اذكر هو اللي جاب لنا المدرب العظيم بالنسبة لي فيريرا. فبصراحة انا متفائلة، اتمنى ان يبقى دي بداية المسار الصحيح لنادي الزمالك، ويبقى كل واحد ليه شغله. وكمان البيان مذكور فيه انه محدش هيتكلم في الاعلام فيما يخص ملف كرة القدم كله باستثناء جون ادوارد والمتحدث الرسمي. اتمنى ان ده يتطبق على ارض الواقع، لان احنا سمعنا الكلام ده كتير وما اتطبقش، خصوصا في موضوع الاعلام ده. اتمنى ان محدش يطلع يتكلم عن ملف كرة القدم خالص. لازم يبقى فيه تكتم على الصفقات والناس اللي هتمشي وهنجيب ده بكام وده منين. مش عايزه اي حاجه تطلع الا لما يكون الخبر طلع من نادي الزمالك بالظبط. الف مبروك.